السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هو معانا ما شاء الله اليوم السادس. النهاردة بداية اليوم السابع، قفلنا اليوم السادس امبارح. فاحنا جايين النهاردة الصبح، الساعة دلوقتي 11 الصبح او 11 الظهر. هنبدأ نوزن ونشوف الاوزان عاملة ايه. النهاردة الحمد لله برضو مفيش خساير غير كتكوت واحد فيومي. بصوا الحاجة اهي ما شاء الله. هما طبعا بيجروا كده عشان خاطر احنا بس لسه بنحط العلف اهو. ظبطنا الميه، حطيت الميه وغيرت الميه. احنا عملنا امبارح خلطه زياده الوزن، النهارده مش هحط اي خلطات. هنوزن وهنشوف الوزن معانا فرق ازاي. ملاحظه انا بس ان في عندي كام واحد كده بيعمل اسهال بني. ان شاء الله مش هنسكت على الاسهال البني ده، ليه علاج معروف. ممكن نحط انتينال 3 ايام ورا بعض في الميه، بيجيب نتيجه كويسه قوي، بالذات ان الكتكوت لسه يدوبك في اول اسبوع، يعني ما فيهوش ان شاء الله لا فيروس ولا اي حاجه. فمش هنسكت على الاسهال، لان الاسهال هينزل معانا الوزن جامد لو احنا ما عالجناهوش بدري. تمام كده، عملت ال3 علافات. نمسك بقى كده ايه، بسم الله ما شاء الله، كتكوت في كتكوت، نشوف الاوزان عامله ازاي. تمام ماشي، انا هجيب معاك واحد تاني وهجيلك اهو. بسم الله، بصوا الوزن ده كده صغير عن امبارح. لا شيل ده كده بقى، نحط واحد تاني 130 برضو، يعتبر مش حلو قوي. هنشوف حاجات تانية، لان انتوا عارفين ان الاوزان عندي مش متساويه، عشان خاطر انا مش موجوده في المكان. هنا 160 حلو ما شاء الله. نشوف حاجه تاني اهو. احنا هنوزن 2 3 كده عشان تعرفوا بس الاوزان. بسم الله، قليل 104 اهو. بسم الله، اهدى 164 حلو ما شاء الله. كويس مش وحش. فرق برضو امبارح كان 110 124، النهارده 100 حاجه و60 100 حاجه و40. حلو برضو، هيبقى فيه متوسط، يعني فيه كبير وفيه صغير، فهيبقى فيه متوسط اهو. اهدى ما شاء الله اللهم بارك. 208 جرام ما شاء الله اللهم بارك. 208 جرام، قولوا 200 جرام. ف 200 جرام ده حاجه ما شاء الله ممتازه. يعني لو احنا خدنا اقل حاجه في الوزن اللي طلع لنا اللي هي ال 108، قولوا 100 وال 200 متوسط الوزن، يعني ما شاء الله في حدود 160 جرام 170 مش مشكله. طبعا الحاجه هي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بلاش يا معز، انا حاطه كمامه عشان خاطر عندي برد شديد، عشان كده باخد نفسي بالعافيه. بس حبيت اوريكم الوزن واعرفكم الدنيا عامله ازاي. وهعيد واكرر ان الدورات بتاعتي صعبه غير اي حد بيعمل دوره. انا مأجره شقه بعيد عن بيتي، باجي للفراخ مره واحده في الشهر، في اليوم معلش، مره واحده في اليوم اللي هو الصبح، اغير الميه واغير العلف بس يا حبيبي، وازود الدنيا، اظبط الدنيا. عايز يوزن واحد معاكم تاني 164 حلو برضو. فانا مش مقيمه وسط الحاجه عشان خاطر اعتني بيها، بس ما بيأس. طبعا بحاول ان انا اسعى ان انا اجيب مكان جنب بيتي، وان شاء الله ربنا ييسر الحال عشان اعرف اتابعهم في اي وقت. المفروض على الاقل 3 مرات في اليوم اتابعهم واحركهم زي ما بنحركهم كده عشان اعتني بيهم. بس انا بقول لكم رغم ان الظروف الصعبه ومكان بعيد عن بيتي خالص، بس برضو مفيش يأس، وان شاء الله عملت الدوره عشان خاطر ربنا يرزق حتى ولو باقل الامكانيات. دعواتكم بقى بالنجاح، الله المستعان. ابدأوا كده وربنا يعينكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.